وعلشان أميرة طلبت مني طريقة الهيلثي سبريد، بصراحة أكتر من حد طلبها مني في الكومنتس، وأنا كنت برد دايما على الطريقة بالكتابة. قررت أخدكم معايا في المطبخ وأوريكم طريقة عمايلها. يلا بينا. أول حاجة هبدأ بيها هجيب عدد 10 تمرات، أي نوع ينفع، تمر طري عادي. ال10 تمرات بتوعي، التمر بتاعي كله كده بالشكل ده كده التمر بتاعي. بعدين هجيب مية مسخناها في الكاتل، وبعدين هنقع التمر بتاعي في المية السخنة دي واسيب التمر بتاعي منقوع 10 دقايق. وبعدين اثناء والتمر بيتنقع كده هجهز باقي المكونات. اول حاجة والبطل هو الكاكاو. استخدم ماركة دريم. الماركة دي بتديني اقوى طعم كاكاو من غير طعم مرارة. هو اصلا كمان ناقص دلوقتي جدا اصلا في الماركت، خايفة بعد الفيديو ده ينقص اكتر على اساس ان انا مشهورة وكده يعني. بهزر طبعا. بشكر 3000 واحد اللي بيتفرج عليا. هستخدم منه 3 معالق كبيرة، دي المعلقة الكبيرة اللي انا بعاير بيها. وكمان هحط رشة من الفانيليا، وكمان النسكافيه، اي قهوة سريعة الذوبان. منها كده معلقة صغيرة بتقوي كده طعم الشوكولاتة جدا، يعني بجد ما تستغنوش عنه. واساسي ربع كوباية من الحليب. المكونات الاساسية نحط معلقة من زيت الزيتون، هو المفروض اي زيت نباتي بس انا بستخدم زيت زيتون لانه صحي اكتر. بحط منه معلقة، بيخلي القوام الشوكولاتة فيه لمعة كده. لو ما عندكوش غير اي زيت نباتي عادي استغنوا عنها خالص، يعني عادي مفيش مشكلة. وبعدين هخلط المواد دي كويس لحد ما التمر يتنقع. شايفين ده كده شكلها قبل ما احط التمر ولا اي حاجة خالص. وبصوا اول ما التمر يبقى طري خالص كده، يعني بعد 10 دقايق يبقى طري. وبعدين هاخد التمر بتاعي كده اصفيه كويس من المية وابدا احطه كده هبدا احطه في محضرة الطعام كده. بعدين نفضل نخلط كويس جدا لحد ما التمر يدوب خالص في الكاكاو، يعني ندي مدة ضرب مش اقل من 10 دقايق ربع ساعة، نضرب ونريح نضرب ونريح وهكذا. ممكن كل شوية كده ننزل الجوانب، يعني نفتح وننزل الجوانب بحيث انها تتخلط كويس. لا كده بعد ما ضربتها شايفين القوام سايح كده وجميل. هبدأ اجيب البرطمان اللي انا مخصصاه للشوكولاتة السبريد دي وهبدأ انقل كده. انتوا ما بتحبوش طعم الشوكولاتة يكون دارك قوي او ايه، الشوكولاتة الدارك اللي هي بتبقى مرة شوية، لو ما بتحبوهاش ممكن تدوقوا الشوكولاتة دي، ممكن تدوقوها بعد ما تخلصوا كده. ولو حسيتوا انها مرة ممكن تزودي معلقة من العسل الابيض. بس انا بالنسبة لي هي كده بيرفكت، مش ناقصها اي حاجة لان انا بحب الشوكولاتة الدارك. على فكرة بدل التمر ممكن برضو نستخدم عسل اصلا، العسل بقى هيبقى اسهل في الخلط. واللمعة كمان بجد خطيرة. باي باي.